عمرك وقفت قدام مبنى وقلت المبنى ده معمول عشان يخدمنا ولا عشان يستهلكنا؟ كل مبنى بنشوفه حوالينا ليه تمن، مش بس فلوس، تمن من الطاقة، من المواد والمية، وأحيانا من صحة الكوكب نفسه. وهنا بيجي مفهوم الاستدامة، إننا نعيش النهاردة من غير ما نبوظ بكرة، يعني نستخدم مواردنا بعقل بحرص ونخلي الأجيال اللي بعدنا تقدر تعيش زينا وأحسن كمان. بس لما نحط كلمة استدامة جنب العمارة أو العمارة المستدامة بتتحول من نظرية لحياة. العمارة المستدامة مش ديكور عليه شوية زرع بس، ولا سقف فيه ألواح شمسية، دي فلسفة تصميم بتبدأ قبل ما أرسم أول خط. يعني إزاي أفكر في توجيه المبنى عشان أستغل الشمس والهواء الطبيعي، أختار خامات من البيئة اللي حواليا بدل ما أستورد وأستهلك، ودي بتبقى أقل تكلفة كمان. أصمم نظام يعيد استخدام المية ويقلل استهلاك الطاقة، وأخلي المبنى يعيش أطول بدل ما يتهد بعد 10 سنين. الفكرة بقى في العمارة المستدامة إن أنت إزاي بتفكر حتى في المبنى لما يتهد، إنك تقدر بالخامات أو المواد المستخدم بيها هذا المبنى تعيد استخدامه تاني في إنشاء مبنى آخر. العمارة المستدامة شفناها في العالم كله. مبنى ذا إيدج في أمستردام بيولد طاقته بنفسه، برج بوسكو فيرتيكالي في ميلانو، غابة عمودية بتنظف الهواء، ومدينة مصدر في أبو ظبي معمولة مخصوص للمناخ الحار، تهوية ذكية وطاقة شمسية بتغطي كل حاجة. وإحنا هنا في مصر المناخ مش عائق، بالعكس ده كنز. عندنا شمس طول السنة، هواء طبيعي، وتاريخ معماري بيحكي ازاي أجدادنا فهموا البيئة من غير ما يسموها استدامة. لو رجعنا نفكر زيهم مع تكنولوجيا دلوقتي ودمجناهم مع بعض، هنقدر نبني فعلا مستقبل مستدام. في رؤية مصر في 2030 الاستدامة بقت هدف مش رفاهية، والعمارة واحدة من أقوى الأدوات لتحقيق الهدف ده. لأن كل مبنى مش مجرد شكل، هو وعد، إما نحافظ على الأرض أو نكمل في استهلاكها. وفي الآخر السؤال مش إحنا بنبني إيه، السؤال الحقيقي بعد ما بنبني هنسيب إيه؟ سلام.